الترجي يضرب بقوة ويسحق مستقبل سليمان بثلاثية نظيفة. في لقاء ودي استعدادي للموسم الكروي الجديد، قدم الترجي الرياضي التونسي عرضا كرويا ممتعا وأداء قويا ليحقق فوزا عريضا ومستحقا على حساب ضيفه مستقبل سليمان بنتيجة 3 أهداف دون مقابل. استعدادات الفريق: سيطرة مطلقة وأهداف حاسمة. دخل فريق باب سويق المباراة بقوة، فارضا سيطرته منذ الدقائق الأولى، وهو ما أثمر عن هدف مبكر افتتح به يونس راشد التسجيل بعد ضغط متواصل. لم يمهل الترجي خصمه فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث تمكن النجم الجزائري المتألق يوسف البلايلي من إضافة الهدف الثاني بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء، مؤكدا هيمنة فريقه على مجريات الشوط الأول. في الشوط الثاني واصل الترجي أداءه الهجومي، واختتم المهاجم دياكيتي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث بعد متابعة ناجحة لكرة عرضية ليؤمن انتصارا مريحا للفريق. وقد شهدت المباراة إجراء الجهاز الفني للترجي عدة تغييرات بهدف تجربة اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية والتكتيكية. يأتي هذا الفوز في إطار التحضيرات الجادة لنهائي كأس السوبر التونسي الذي سيجمع الترجي بالملعب التونسي، ليوجه شيخ الأندية التونسية رسالة قوية لمنافسيه ويطمئن جماهيره على استعداد الفريق للموسم المقبل. بناء على أحداث المباراة والأهداف المسجلة، برز عدد من لاعبي الترجي بشكل لافت، وكان لهم الدور الحاسم في تحقيق الفوز. أبرز هؤلاء اللاعبين هم مسجلو الأهداف الثلاثة. يونس راشد كان له الفضل في افتتاح باب التسجيل لصالح الترجي بهدف مبكر، مما منح الفريق الأسبقية والثقة منذ بداية اللقاء. يوسف البلايلي واصل النجم الجزائري تألقه وعزز تقدم الفريق بتسجيله الهدف الثاني بعد تسديدة متقنة، مؤكدا سيطرة الترجي على مجريات اللعب. دياكيتي اختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث في الشوط الثاني ليحسم النتيجة بشكل نهائي ويؤمن فوزا مريحا لفريقه. كان أداء هؤلاء اللاعبين حاسما في تحقيق الانتصار، حيث ترجموا سيطرة الفريق إلى أهداف ومنحوا الترجي فوزا وديا مهما في إطار استعداداته للموسم الجديد. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تحليلنا لمباراة اليوم. نتمنى أن تكون هذه التغطية قد نالت إعجابكم، وقدمت لكم رؤية واضحة وممتعة عن أحداث اللقاء. إذا أعجبك الفيديو واستمتعت بالمحتوى الذي نقدمه، لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، اللايك، فهذا الدعم البسيط منكم يعني لنا الكثير ويساعدنا على الاستمرار والوصول لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم.